نردو البال مش حجر مجهول، ما معروفش وماشي مضمون. حجر سوبرلوكس معروف بالعود الابيض، جوده مضمونه وكلاء في كل مدينه. سي ماتش تمريره جيده للجهه اليسرى لعندي خطيره جدا، والهدف جاء في الدقه 14. كانت واضحه ان هذه الكره غادي تكمل بمحاوله خطيره. الموقع هو رقم 19 تشاهدوا امامكم اللي هو فلاوفيتش، دوران فلاوفيتش، اللقاء الخامس عشر. كنشاهدوا الاعاده لهذه المحاوله، كانت تمريره جيده من يارني اللي بقى دون مراقبه، و فلاوفيتش اللي كيسبق ابرامي وكيسجل بالراس الهدف الاول في المباراه لفائده منتخب كرواتيا. كما لاحظت منطلقه من الجهه اليسرى، نشاهدوا حتى الطريقه باش تموضع فلاوفيتش، وكاين شروط كذلك. والإصابة الثانية في ظرف دقيقة جوج ديال الأهداف، ونفس اللاعب يضيف الإصابة الثانية وتقريبا بنفس الطريقة. دائما الخطورة تجي من الجهة اليسرى. إذن هناك شيء ما ماشي هو هذاك في نفس المكان تقريبا. دائما لاحظوا إعادة من الجهة اليسرى، تمريرة كانت الإصابة الأولى بالرأس، الإصابة الثانية بالرجل. ينفذها هو مجيد، ضربة خطأ مباشرة على مرمى الحارس لاديتش. بدون شك محاولة تمرير الوسط المنطقة بالفعل، ضربة رأسية، ولكن هناك المدافعين في المكان المناسب دائما لفائدة الفريق الوطني المغربي. هدف لفائدة الفريق الوطني المغربي اللي لوكيلي لأنه هو اللي كان وراء هذه المحاولة. كانت محاولة جميلة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء بواسطة لوكيلي، في الوقت اللي تيتلقى صابر تعليمات من المدرب أوري ميشيل. شاهدوا إعادة الآن عمور مجيد تنفذ، كانت لمسة يد. لوكيلي تياخذ الكرة، تيراوغ بواحد الطريقة ممتازة جدا في الضرب في والواقع حتى باصير فبذل واحد المجهود لان كان قريب ليه المدافع المتاخر. كما غنشاهدوا مره اخرى من خلال من هذه الزاويه الثانيه الهدف اللي سجلوا باصير من بعد محاوله جميله ديال لوكيلي رقم 20. لوكيلي اللي كيراوغ وكيمرر لفائده باصير حضور بديهه من باصير ممتازة عند حجي عند البهجة، والهدف يعني اللي صنع هذا الهدف هو اللاعب نيبت، صانع هذا الهدف هو نيبت، والمسجل هو البهجة، والدقيقة 24. في الوقت اللي احتجوا اللاعبين كرواتيا على الحكم المصري السيد عبد الحميد رضوان بدعوى ان هناك شهود وفرحه عارمه تعم ارجاء مركب محمد الخميس بالدار البيضاء بهذا الهدف، لان كان واضح ان الفريق الوطني في الطريق الصحيح نحو تعديل النتيجه. كانت تتاح له العديد من الفرص. نيبت الان عند حجي البهجة يتخلص من المدافعين، ما كاينش شيء، وبطريقه ممتازه ايضا في الركن يعني الجهه اليسرى من مرمى لاديتش. اذا رقم 21 ايغور تسفيتانوفيتش حتى هو كيخرج، غادي نتعرفوا بعد قليل على اللاعب اللي عوضه. تعطف الإشارة، والحارس برازيل يتدخل بنجاح. حارس برازيل يتدخل بنجاح. يعني هذا يمكن
يعني نقولوا ان الفضل كيرجع كثير للحارس البرازيلي. اولا اختار المكان المناسب، ونشاهدوا بان ما كانتش سهله، انا ما اعتقد ما كانتش سهله هذه الكره، كانت بعيده بعض الشيء. ويسجل سجل بطريقه جميله جدا الحارس في ناحيه والكره في ناحيه اخرى، فكانت الكره مقذوفه بقوه. ضربه الجزاء اللي نفذها خليف بالفعل كثير على تركيز اللاعب باميتش. هذه مسائل معروفه. تقداف وكيصدها، والحارس ممتاز كيصدها ممتاز الحارس البرازيلي. انها كانت القذفه قويه جدا. مره اخرى تيكون حاضر البديهه عبد القادر البرازيلي وكيمشي للمكان المناسب إيغور باميتش، وكذلك ويضيع رغيب. إذا فقط 1-0 كتبقى دائما لصالح المنتخب الوطني المغربي بعد ما خفق رغيب أنه يسجل. بعد الآن ماميتش لصالح منتخب كرواتيا. المحاولة الثالثة ومن جديد برازيل نفس المكان بنفس الطريقة. هذا يعني انجاز باهر للبرازيل انه في كل مره كيمشي للمكان المناسب، وهذه كانت قريبه من العارضه. نعم. كانت صعيبه جدا للفريق الوطني المغربي للتقدم بفارق هدف. الفرحة ويضيع الحضريوي. يعني الحارس كانت تهزم، ولكن يعني حصة ضربة الجزاء هذه غريبة جدا. تبقى دائما 1-0 لفائدة الفريق الوطني المغربي. حضريوي اللي ما كانش محظوظ نهائيا، لان كانت الكرة ديالو غيغير تنقول المكان اللي غادي يمشي يقفز فيه، ولكن هذه المرة تيسجل أول. إذا الآن خص اللاعب المغربي اللي غادي ينفذ ضربة الجزاء الآن، يعني مفروض عليه يسجل باش يحافظ دائما على التقدم لصالح الفريق الوطني المغربي، وهو الطاهر الخلج. ويسجل وكاد الحارس أنه يتصدى لها، لأن تبع الكرة ديال الطاهر. ولحسن الحظ أن القذفة ديال الطاهر كانت قوية نوعا ما، وكانت مركزة بشكل جيد. نشاهدوا الإعادة ديالها مرة ثانية. طاهر كيقذف في الجهة اليوم إلى قذف ضربة الجزاء الأخيرة. لاديتش كيقذف وكيسجل. كاد الحارس البرازيلي أنه يتصدى لهذه الكرة. لاديتش مرة أخرى البرازيلي يمشي للمكان المناسب. غادي نشاهدوا الإعادة ديالها في هذه اللحظات. بالفعل الكلمة الأخيرة غتكون في يد البهجة، ولا غيتكلف بتنفيذ. بطبيعة الحال كيحاول هو الآخر أنه يأثر على التركيز ديال أحمد البهجة كيتقدم ويضيعها. الحارس كان مهزوم، يعني مشى للجهة اليمنى والكرة مشات للجهة اليسرى ديالو، ولكن الكرة ما مشات شيء للشباك. إذا التعادل، كل شيء ينطلق من جديد. الآن ضربة لضياع، يعني خسر هذا ويسجل. تيسجل كوفاتش رغم المحاولة ديال البرازيل. الان لمنتخب كرواتيا الضغط كيصبح على اللاعبين الفريق الوطني المغربي اللي مفروض عليهم يسجلوا الآن. مفروض تسجل ضربة جزاء باش نبقاو في المنافسة. المغربي هو اللي غينفذ ضربة الجزاء. النيبت كيتقدم وكيسجل، بالفعل كيسجل. وكانت محاولة جادة من الحارس لاديتش اللي تبع الكرة مشى للمكان المناسب. إعادة لهذا ضربة جزاء ديال النيبت. طريقة ممتازة باش ضربة جزاء مثالية. الشبكة الصغيرة ويسجل. قذف بقوة، ما خلاش يعني فرصة للفرضيات. كانت عالية انه يسجل بطريقة جميلة وبذكاء كبير.
موه على الحارس، تمويه جيد نشاهدوا. لاحظوا وتيقذف بكل سهوله تيسجل. اذا التعادل مره اخرى ويسجل. اعتقدنا انه ضيع لانه كذلك انا اعتقد انها غادي تصطدم بالعارضه، ولكن لانه كانت بحال عاليه. شوف الطريقه ويسجل. ما كنعرف الاخ الاحمر ان اللي الخمسه الاولات اللي كيكونوا تيقذفوا تيكونوا عاده هما اللي ما تيضيعوش مستانسين كيسجلوا. قذفه مركزه جدا يعني في الزاويه 90. ما يمكنش الحارس يشد بحال هذا الكره هذه، مستحيل. ويسجل. إذا التعادل مرة أخرى، ودائما نفس الملاحظة. يعني كل ضربة جزاء تتنفذ في نفس المكان تقريبا، في الجهة اليمنى من هذه الشبكة. شكون اللي غيقذف الآن بالنسبة للمنتخب الوطني؟ تنظن بقى تعطاته الإشارة الآن ويضيع، وتنتهي المقابلة إذن بفوز منتخب كرواتيا بفضل ضربات الجزاء الترشيحية. إذن المنتخب الوطني غيلعب مباراة الترتيب ضد منتخب نيجيريا يوم غد، ومنتخب كرواتيا غيلعب المباراة النهائية ضد منتخب ديال ضربات الجزاء. وكان ربما هو اللي غادي يكون يمكننا نقولها بصراحة بطل ديال هذه المباراة، لأن شد 3